السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مقارنة بسيطة كده بين الأهلي والزمالك في حاجة مهمة جدا يا جماعة. حاجة مهمة، وده يدل على فشل ذريع لإدارة نادي الزمالك. احنا دلوقتي على موقع ترانسفير ماركت، ده موقع عالمي طبعا أكيد كلنا عارفينه. الموقع ده بيديك إحصائيات، بيديك مثلا إحصائيات اللعيبة، إحصائيات النادي، بطولات النادي. بيعرفك ان مثلا لو النادي بيتعاقد مع لاعب جديد او عايز يضم لاعب جديد، بيعرفك ان اللاعب دوت بنسبة كام في المية ممكن النادي يخلص فيه، او بنسبة كام في المية هو ممكن يمشي من النادي ده لو لعب في النادي نفسه. احنا هنتكلم في حاجة تانية خالص دلوقتي، هنتكلم في الانتقالات. هنتكلم في الانتقالات اللي الاهلي عملها الموسم ده زي ما احنا شايفين قدامنا كده. احنا هنتكلم مثلا في قدامنا 13 لاعب اهوت. اولهم محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لعيب انتقل من النادي الاهلي، راح لنادي نيس الفرنسي. طب راح مقابل كام؟ مقابل 4 و200 الف مليون، 4 مليون و200 الف يورو. تمام. عندك مثلا اللاعب اللي بعديه، عندك احمد القندوسي، راح مثلا لسيراميكا كليوباترا، راح بحوالي 778 الف. طبعا الناس تقول لي 778 الف، انت بتتكلم اليورو بتتكلم 6 جنيه، ده اقل من مليون يورو. انت بتتكلم في اقل من 50 مليون، اقل من 50 مليون جنيه فاهمني؟ مش رقم، انت بتتكلم 700 دول، انت بتتكلم في 30 مليون جنيه مصري ولا حاجه، عشان بس ما حدش يقول لي ايه ده ازاي يا عم، ده مقفرين في الارقام. لا، ما القندوسي مثلا سيراميكا يدفع فيه 30 مليون عادي. ده عرض على عبد الله السعيد 35 مليون جنيه في الموسم للاعب، مش هيدفع في القندوسي 30 مليون جنيه. خش على اللاعب اللي بعده، اليو ديانج راح للخلود السعودي، وده رايح بيدفع بنظام تقسيط وبيدافع. الصفقه كلها عامله 550 الف يورو. 550 الف نص، حوالي 25 مليون جنيه مصري. تمام. برضو احمد عبد القادر في قطر، الصفقه دي برضو بتدفع نظام تقسيط، بتتكلم في 451. عندك رأفت خليل اللي راح لزد 223. 223 ده مش كتير والله يا جماعه، بتتكلم مثلا في حوالي 10 مليون 12 مليون في الرينج ده. بيرسي تاو بتتكلم في 155، بتتكلم في 9 مليون جنيه تمام، اللي هو 155 الف يورو. بتتكلم في خيري راح المصري برضو 135، بتتكلم في اقل اهوت من 9، حوالي 7 مليون جنيه ولا حاجه. كهربا الاتحاد الليبي 122 الف. تمام. كريستو متهيألي هو رايح اصلا فري اعتقد وعندك بقى اللعيبه اللي جت فري مين؟ زي محمود متولي والمغربي، دول راحوا الاتحاد السكندري ودول فري. تمام. دول اهم حاجه، اهم لعيبه راحت انتقلت الموسم ده، والاهلي كسب فيهم، واولهم طبعا محمد عبد المنعم. بتكلم في الاهلي لما له شويه فلوس حلوه من اللعيبه دي. طب تيجي كده نبص على الزمالك، نشوف الزمالك عمل ايه الموسم ده. خش على الزمالك طلع حمدي علاء، مش عارف مين حمدي علاء ده الحقيقه، ده وداه لزد. وطلع ماجد هاني 21 سنه برضه وداه لزد، متهيألي دول ناشئين اعتقد، وباعهم الاثنين، ده ب 112 وده ب 112، قول 100، تتكلم في 5 مليون جنيه كل لاعب. بس انت متخيل ان الزمالك بجلاله قدره بالاداره بالقصه ما باعش في الموسم كله غير دول بس؟ وشوف كام واحد لا مشي من عنده. يوسف اوباما راح لبيراميدز فري، ابراهيم رضاي فري، محمود علاء فري، رؤى فري، مين ده؟ عبد الرحمن نفاد ده متهيألي برضه ده ناشئ مشي فري، ده راح فاركو. وده برضه معاذ علاء ده برضه شكله مشي فري. وعندك بيسو ده شكلها كلها دول ناشئين مشي فري. عندك مشي فري برضه. عندك عمر فرج اللي هم كانوا شاريينه، اللاعب الفلسطيني فري. ده طار برضه، اللي هو قطع الاعاره بتاعته، قطع الاعاره وكده ما خدوه، ما استفادوش منه بجنيه. وعندك سيد عبد الله ده برضه اعاره. عمر فرج ده طلع كده اعاره وسيد عبد الله ده برضه اعاره، طلعوه ده، وكلها بدون مقابل، اعارات على الله حكايتها
يعني حاجه غريبه. وعندك اللعيبه دي كلها العقود بتاعتها هتخلص يعني نهايه الموسم. فعلا الاداره يعني الاداره وقعت نادي الزمالك خالص. في حاجه غلط، في حاجه غلط. ازاي كل اللعيبه زي دي تمشي فري ما تكسبش جنيه حتى جنيه؟ في مشكله في نادي الزمالك، مشكله رهيبه. هي دي مشكله اداره، مش مشكله حاجه اكتر من كده. انا اديتك الفرق بس بين الاهلي وبين الزمالك. شوف الاهلي طلع كام لاعب والزمالك طلع كام لاعب، بس شوف الاهلي كسب قد ايه والزمالك مفيش. الزمالك حط من جيبه، والزمالك صرف على اللعيبه دي كلها. في حاجه غلط يعني. اتمنى جمهور الزمالك او الاداره تطلع توضح ايه السبب في كل اللعيبه دي تمشي من غير ولا جنيه، ما تستفادش منها جنيه حتى. يا عم عايز تمشيهم مشيهم، مضي اللعيبه دي ومشيها، استفاد منها زي ما الاهلي بيعمل. لكن انت ما بتستفادش منهم جنيه، انت عمال تصرف وخلاص على الفاضي. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. لو الفيديو عجبك يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتعمل مشاركه عشان وتعمل لايك للفيديو عشان تتابع كل جديد. سلام.